جمهور موبايل اريا لما بكم في اول فيديو ينزل فيه 2023. كان في فيديوهات قصيره بتنزل عن تطبيقات تنزلها وتطبيقات ما تنزلهاش، سلسله من الفيديوهات. لو ما شفتهاش روح شوفها. بس ده اول فيديو نصوره في 2023. الفيديو ده المفروض كان ينزل في اول يوم في السنه 1/1/2023، بس حصلت شويه لخبطه فما نزلش. الفيديو ده جه وقته خلاص. الفيديو هنستعرض فيه افضل شركات وافضل موبايلات، النتائج يعني بتاعت الاستطلاع اللي احنا عملناه في 2022. كان عن حاجات كتير. الاستطلاع ده كان بينزل على موبايل جروب، لو انت مش مشترك فيها روح اشترك. قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وصفحة الفيسبوك، هتلاقي اللينكات كلها موجودة كالعادة في صندوق الوصف. نبدأ بأول استطلاع واللي هو عن أفضل فلاج شيب نزل في 2022. النتائج بتاعة التصويت ده نزلت في فيديو لوحدها، بس تعالوا نستعرضها دلوقتي. أول موبايل كان السامسونج S22 الترا، وده الموبايل الفائز ب 566 صوت من أصل 990 صوت، يعني واخد أكتر من نص الأصوات. بعده جه ال 14 برو ماكس 199 صوت. بعدهم البيكسل 7 برو 118 صوت. بعدهم ال 12 اس الترا من شاومي ب 88 صوت. بعدهم الفايند اكس 5 برو ب 19 صوت. كنت متوقع منافسة شرسة هتبقى ما بين ال S22 والايفون 14، لان هما اتنين موبايلين متنافسين، بس السامسونج حسمها بفارق كبير وكسب. تاني استطلاع معانا كان افضل جهاز فولد، وده بدون منافسة كسب السامسونج فولد 4، كسب ب 185 صوت برضو باكتر من نص الاصوات. وبعده الشاومي مي ميكس فولد ب 41 صوت. بعدهم هواوي ميت اكس اس 2 ب 34 صوت. وبعدهم الاوبو فايند ان ب 13 صوت. وفي المركز الاخير جه الفيفو اكس فولد بصوتين بس. الفولد 4 هو الموبايل الوحيد فيهم اللي بينزل لمصر رسمي، انما باقي الموبايلات بتنزل عن طريق تجار بيجيبوها تهريب وبيبقى ضمان دولي. الطلع التالت كان افضل فليب فون نزل في 2022، وده كسب فيه السامسونج فليب 4 ب 62 صوت من اصل 72 صوت. وبعده البي 50 بوكيت من هواوي كسب بسبع اصوات. بعده الموتورولا رازر 2022 بثلاث اصوات بس. وبكده سوق الموبايلات تكون سامسونج مكتسحة التصويتات كلها، الاس 22 والفولد 4 وكمان الفليب 4. ولكن في عالم الاكسسوارات ابل كان ليها رأي تاني. ده حصل في الاستطلاع الرابع اللي كان بيتكلم عن افضل سماعة بلوتوث في 2022. ده كسبت فيه الابل ايربودز برو سكند جنريشن، كسبت بفرق كبير عن السامسونج بادز. وبعدهم كان الناثينج اير 1 اللي جت بتصميم مختلف، كان الديزاين بتاعها شفاف. وبعديهم الهواوي والبيكسل جم في نفس المركز. الاستطلاع الخامس كان بيتكلم عن افضل سمارت ووتش في 2022، وده برضو ابل كسبت فيه بالابل ووتش الترا، كسبت بفارق 9 اصوات عن السامسونج ووتش 5 برو. بعدهم جه الهواوي جي تي 3 برو، وبعدهم البيكسل ووتش. اما بالنسبه لافضل تابلت في 2022 كسب بيه السامسونج اس 8 الترا، التابلت اللي كانت الشاشه بتاعته كبيره جدا. وكسب الايباد ام 2. الاستطلاع الاهم هو افضل شركه في 2022، ده جه عليه 158 صوت. النتائج بتاعته غريبة شوية. المركز الأول جه هواوي 46 صوت، وبعديها أبل ب37 صوت، بعدهم أوبو ب26 صوت، وسامسونج في المركز الرابع ب21 صوت. كنت متوقع إن هي تبقى في المراكز الأول أو التاني. بعديها شاومي ب16 صوت. بعديها ريلمي 6 أصوات. بعديهم موتورولا 3 أصوات، وجوجل صوتين، وان بلس صوت واحد، ونوكيا وفيفو مخدوش ولا صوت. وبس كده. ده كان أول فيديو في 2023 عن أفضل موبايلات وشركة في 2022. ما تنساش تشترك في القناة وصفحة الفيسبوك، وكمان تشترك في الجروب بتاعنا علشان لو نزل عليه أي استطلاع كان تاني. بس كده الفيديو خلص. سلام.